يا أستاذ أشرف، دي طهاجتني في عيشتي يا راجل، في كل حتة يا ابو النني يا ابو النني. لا 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 لا، هو ايه الموضوع بالظبط يا عبد المجيد؟ فهمني بالراحة. أشرف يا ابني، انت مش خلصت شغلك هنا؟ ايوه يا حاجة، بس لسه بس أستاذ عمرو ما أستاذش عمرو ولا أستاذ بتاع. يلا يا ابني اتكل على الله وشوف رزقك، الدنيا واسعة. أنا هشاهدكم يا خلق، عمال أقول للتهاني تبطل الدلع الماسخ بتاع البت دي. يعني اسمها نسمي وفي أولى ثانوي، ليه يتقال لها يا نني؟ ليه ليه؟ انا ادلع بنتي الدلع اللي انا عايزاه، مش قدام الناس يا تهاني، لا وتندع لي قدام الناس يا ابو النني. لبسوني فستان وسموني ابو النني، قال ما احنا عندنا عبد الله، يا تقول لي يا ابو عبد الله او يا ابو نسمي. انا اعمل اللي انا عايزاه. اتلمي يا تهاني وما تعصبينيش، احنا قدام الناس. ياه، اخيرا افتكرت ان في ناس واقفة. من كتر يا عبد المجيد ما مناخيرك اتدخلت في شقق الناس كلها، مع أول مشكلة ليك انت ومراتك بصوت عالي، طبيعي الناس اتدخلت. حصل يا تيتا، ما هو من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. عيب كده يا عبد المجيد، مشاكل بيتك ما تطلعش براه. ويا ابني خليك عشري ما تبقاش حشري. وانت يا أستاذ انت وهي بتعاملوا أشرف على إنه واحد من العيلة كده ليه؟ الاحترام واجب بس ما تخلوش البساط أحمدي أوي كده. تيتا زينب النهارده بتقول حكم يا ناس. ما هو يا حاجة زينب يعني ما نفضفضش؟ لا يا حبيبتي ما تفضفضيش، سر بيتك ما يطلعش براه. ولما خلاص يعني هيجرالك حاجة وعايزة تحكي، اختاري حد أمين تحكيله. لو كده يا طنط زينب فاحنا هنحكيلك انت. تيتا زينب جمعتهم في شقتها وبدأوا يتناقشوا في مشكلة البنات وأكل برا العمال على بطال ده. طب دلوقتي يا حبايبي لازم نشوف ايه هي البذرة اللي كبرت المشكلة دي. هل عشان انتوا ما بتعرفوش تطبخوا من الأساس، ولا انتم ما عندكوش وقت تطبخوا، ولا هم عايزين يعيشوا حياتهم فبيعيشوا عيشة صحابهم بالغلط؟ بصي يا طنط زينب، مع احترامي ليكي يا مهتاب يا حبيبتي، قبل ما تكملي كلامك، انت مش هتفتحي التلفزيون غير على قناة CBC سفرة، وتنزلي لي مرة في الأسبوع نعلم بعض. أنا أعلمك شهقة الملوخية وانت تعلميني الشمبلشليون اللي انت بتعمليه بيه اللي بريحة العمارة ده. طبعا يا مهتاب انت عرفت انت والشلشليون بتاعك ده يتتحطوا تحت انهي نوع؟ هو دي اللي انا بتكلم عليها يا حاجة زينب. كل يوم البت تنزل امها تقولي اديها 100 جنيه. ليه؟ هتاكل مع صحابها. طب خليها مرة في الأسبوع بس يا تهاني، مرة واحدة، ما هي برضو من حقها تاكل وتدوق أكل بره. لا، يعني 100 جنيه في 7 أيام ب700 جنيه، 700 جنيه دول في 4 أسابيع ب2800 جنيه. ليه؟ مش في حاجات أهم أصرف 2800 جنيه على أكل بس؟ مش في أكل بيت أساسي؟ يعني عايز زمايلها يكونوا أحسن منها؟ امسك، أهي بنتكم تتحط تحت النوع اللي يتقال عليه بيقلد صحاب. تعرفي يا حاجة زينب، البنت نسمة دي ما تتحطش تحت النوع اللي هو ما بيعرفش يطبخ، لا، نفسها في الأكل حلو قوي أحسن من أمها، بتعمل لنا الأكل الجديد دي بيبقى طعم طعامة. ولسه تيتا زينب هتقول لهم يعملوا ايه. الباب خبط. ازاي حضرتك يا طنط زينب؟ معلش بابا هيتأخر النهاردة فقال لي اقعد عند حضرتك بس شوية. دي منا بنت عمو عمرو اللي في الدور الأخير. أيوة يا منون، تعالي تعالي. هو في ايه يا طنط زينب؟ كلهم قاعدين متضايقين كده ليه؟ تيتا زينب حكت لها المشكلة لعل وعسى تعرف تساعدها، ومنا ما خيبتش ظن تيتا زينب. بصراحة يا جماعة، أنا شايفة إن الأم والأب يدوا لأولادهم المصروف، سواء يومي أو أسبوعي أو شهري، وطبعا هيكون على قد ميزانية البيت. وطبعا الأولاد هيكون ليهم مطلق الحرية في التصرف في المصروف بتاعهم، لأن كل واحد فينا كبير وعاقل وعارف مصلحته. بس بشرط، لو خلصوا المصروف بتاعهم قبل ميعاد استلام المصروف التاني، لا ملهمش مصروف غير في الوقت بتاعهم، هما اللي اتصرفوا غلط في المصروف بتاعهم. هو ده الكلام. لا يا مني، ما هو ممكن من حد من زمايلها ياخد مصروف في اليوم أكتر منها، هي تعمل ايه؟ تقول لهم لا يا طنط تهاني، أنا هشتري مصروفي حاجة تانية، أنا مش عايزة أكل، ما تتكسفش. ولو لقيت نفسها مش واخدة راحتها معاهم، مش لازم يبقوا صحاب. اه والله يا منة،
طب ما هو في اللي ممكن ياخد في اليوم 1000 جنيه وصاحبه ياخد 100 جنيه، بس كل واحد فيهم حاسس بالرضا في اللي معاه وبيتعاملوا مع بعض إنهم صحاب عادي. بالظبط يا طنط زينب، أنا بعمل كده. بابا بيديني مبلغ أقول لصحابي أنا هجيب أكل النهاردة، بس مش هجيب بقية الأسبوع، عشان يكونوا عارفين إن أنا مثلا عايزة أشتري حاجات تانية، أو إن أنا مش هاكل معاهم النهاردة. وممكن بحوش لآخر الأسبوع وبطلب أكل مع بابا عشان أنا وهو ناكل سوا. وقعدوا يتكلموا ويتكلموا ويتكلموا لحد ما منا ختمت الكلام بيه. وفي العموم يعني الدنيا أسهل من كده، مش لازم كلنا نعيش بنفس النمط التاني، كل واحد بينام على الجنب اللي بيريحه. يلا أسيبكوا أنا بقى، تصبحوا على خير. والله وأنا كمان زيكم، نفسي القلم يمشي من عند تيتا زينب بقى، بس يا ترى هيمشي ازاي وهيروح فين؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية في أين قلمي. هنا العنوان، استنونا يوم الجمعة مع المكان ال15 للقلم هيروح.